السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اعاده تدوير للعلب الصفيح. بس قبل ما ابتدي، لو مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. ولو عجبتك الثلاث افكار اللي هنقدمهم ما تنسيش تحطي لايك. دلوقتي كده اول فكره معانا نخش فيها على طول. اول خطوه كده هبتدي ان انا ادهنها ببلاستيك او ممكن تستخدمي كمان لاكيه. وبعدين هجيب علبه تانية تكون تتعشق فيها كده بالشكل ده. تكون نفس المقاس تقريبا. وبعدين هبتدي ان انا اقطع الجزء التحتاني من العلبه اللي هي اتعشقت. هقص الاطراف بتاعتها كويس وهسويها. وبعد كده هبتدي افتح فيها فتحه صغيره كده بالسكينه من النص. وهبتدي ان انا اعمل فيها زي مقبض كده. وطبعا الحته اللي فتحتها دي هدقها كده عشان تبقى ناعمه. ممكن تستخدمي غطا علبه بيبسي وتخرميه من النص وتحطي له مسمار، او الغطا اللي هو بتاع علب الدواء. انا هستخدم الغطا بتاع علب الدواء كده، حطيت له مسمار طويل. بعد ما فتحته من النص كده وهو كان ليه صاموله، ابتديت ان انا الفها وقفلت كويس. وهبتدي كمان ان انا اعمل كويس بالمفك عشان خاطر تبقى ماسكه في يعني في الغطا بتاعي ده كويس. دلوقتي بعد ما دهنت العلب كده كويس ودهنت كمان الغطيان باللون البينك، هعمل كده هزينها بطريقه الديكوباج. جبت معايا المفرش خفيف وكمان عليه رسومات حلوه، رسومات ورد كده، فرغتها وابتديت اجيب الورنيش المائي ماركه GLC. هبتدي احط من تحت طبقه وبعد كده احط الورده الزقها، وبعد كده هبتدي ان انا احط من فوق تاني طبقه كده واطلع الهواء لتحت الرسمه. وبعد ما اخلص خالص يعني اللزق بتاعها كده اهو بالورنيش المائي، هبتدي ان انا احط طبقه سميكه على العلبه كلها وعلى الرسمه على كل العلبه عشان تحافظ عليها وتقدري ان انتي تغسليها. هنحط طبقه سميكه كده ونسيبها ان هي تنشف كويس. ده كده الشكل بتاعهم النهائي بعد ما نشفوا، ثابتين كويس جدا، ماسكين في العلبه، عمرهم ما هيطلعوا خالص حتى بالغسيل، ما تقلقيش. وده كمان الغطا اللي عملناه من علبه تانية تكون نفس المقاس كده، والغطا بتاعه برضو حطيت كده قطعه من الورده اللي هي كانت برضو في المفرش اللي قلتلكوا عليه. قطعت حته كده صغيره على قد الغطا. ده كده شكلهم النهائي. عملت 3 مقاسات، مقاس كبير علبة السمنة اللي هي الكيلو، ومقاس اصغر شوية علبة الصلصة، وبعدين مقاس كمان اصغر منها علبة صلصة تانية. ودي كده تعتبر علب التخزين على الطراز التركي. وده كده يعتبر شكلها النهائي. الفكرة التانية معانا هتبقى من علبة سمنة مقاس كبير اللي هو حوالي 2.5 كيلو تقريبا او 2 كيلو. هنجيب على الاطراف كده بالزرادية وهبتدي ان انا اضغط الاجزاء البارزة دي لجوه شوية عشان خاطر ما يحصلش يعني اي تعوير او حاجة، لانها بتكون بارزة كده والايد بتلامسها ممكن تحصل تعوير. هبتدي ان انا اضغط عليها كده لجوه، وبعدين هجيب معايا لاكيه. المرة دي هستخدم لاكيه ابيض، وهبتدي ان انا الون كده العلبة بتاعتي. كمان بالمناسبة اللي يتخفف شوية بالنفط عشان بس بيكون التعامل معاه يعني اصعب شوية، بيكون اتقل شوية، فبنحاول ان احنا نخففه بشوية من النفط كده. بعد كده هبتدي ان انا الونها من جوه باللون البينك. انا صبيت شوية من اللون البينك جوه، يعني حطيت حبة ابيض وحطيت عليه نقطتين من اللون الاحمر، وابتديت ان انا اقلبهم كده. وبعدين من تحت لفوق ابتديت ان انا اخد يعني ادهن كده، ماخد من تحت من القاعدة لحد فوق لحد العلبة. وابتديت ان انا خلصت اللون البينك كله من جوه بعد ما نشفت. جبت معايا الورق ده ورق مناديل. ممكن تستخدمي اي ورق مناديل صفرة او اللي هو بتاع اعياد الميلاد. هنعمل بيه ديكوباج. هحط طبقة كده من الورنيش المائي، هفرد عليه الورقة كده بتاعة المناديل. طبعا ورقة المناديل بنبتدي ان احنا نفكها من كل الطبقات اللي بتبقى وراها، بيبقى فيه طبقتين تاني لونهم ابيض. بنسيب الورقة الطبقة الاولانية بس هي اللي احنا بنستخدمها. هبتدي ان انا احط كده وابتدي ان انا الزق واحط والزق، وفي الاخر هبتدي ان انا امشي برضو ورنيش مائي على العلبة كلها من بره. وفي الاخر هنحط كمان طبقة سميكة علشان تبقى ماسكة كويس. مهما حصل في الغسيل عمرها ما تطلع. ممكن كمان توصلي عادي زي ما انا عملت كده، وهشيل الزيادة بالمقص.
كده شكل العلبة بتاعتنا بعد ما الورنيش المائي نشف. وكمان جبت قطعتين من الكرتون زي ما شفتوا معايا، وقطعتهم كده من النص طبعا بعد ما غلفتهم ودخلتهم في بعض كده عشقتهم. وبعدين طبعا كنت واخده المقاس وحطيتهم في النص. ودي كده استخداماتها، حطينا الاول ريموتات، ممكن تحطي ادوات المطبخ، معالق وشوك كبيرة شوك صغيرة كده يعني، وهكذا. وفي لها استخدامات كتير جدا. هسيبكم بقى تتفرجوا على الاستخدامات بتاعتها اللي انا عرضتها في الفيديو. الفكرة التالتة والأخيرة معانا، هنعمل من العلب الصفيح دي ديكور كده. هبتدي أجيب علبة صغيرة أو كبيرة على حسب المقاس اللي يكون متوفر عندك، وهبتدي إن أنا أدهنها بالبلاستيك أو باللاكيه برضو على حسب ما انتي تكوني تستريحي يعني في التعامل مع الحاجة، بلاستيك أو لاكيه. أنا كنت مستخدمة هنا بلاستيك. هبتدي إن أنا أدهنها كويس طبقة أو اتنين. وبعدين لو هتحطي طبقة مثلا، ده اللي حطيت كده انا لون بينك. لو هتحطي طبقة لون بينك يعني يفضل ان انت تكوني دهنة من الاول طبقة بيضة عشان اللون البينك يبقى ظاهر معاكي. بنجيب شوية من البلاستيك الابيض ونحط عليه شوية من اللون الاحمر، وبعدين بنقلب طبعا نقطتين عشان خاطر يدينا اللون البينك. وبعد كده هبتدي ان انا ادهنها كويس كده واسيبها تنشف. بعد ما نشفت معايا طبعا البلاستيك بينشف بسرعه، ببتدي ان انا اجيب لولي كده وهزين الاطراف بتاعه العلبه بتاعتي بمسدس الشمع. هحط يعني نقطه شمع كده واحط اللولي بتاعي، او ممكن الاستراس اللي هو بيبقى لازق في بعضه ده تحطيه برضو يبقى شكله حلو. ده كده شكل الاستراس بعد ما حطيته. جبت معايا قطعه من الفل، هاخد المقاس كده او اللي هي الفلين دي يعني، وهبتدي ان انا احطها كده في القاع بتاع العلبة بتاعتي. وهيبقى معايا زرع بلاستيك صناعي يعني، وهبتدي ان انا ارشقه كده او ادخله جوه الفل بتاعي او حوالينه كده يعني بالطريقه دي. وهبتدي ان انا املى العلبه بتاعتي كويس عشان يبقى شكلها حلو. ممكن كمان تحطي اي ورد بقى تحبيه، زرع اخضر او ملون اللي يريحك. وعملنا كده منها فازة ورد. يا رب الفكرة النهاردة تكون عجبتكم. من علب كده وحاجات بسيطة جدا نعمل حاجات مفيدة. عملنا 3 افكار، يا رب يكون عجبوكم. ما تنسوش بقى لو عجبوكم الافكار تدوسوا لايك على الفيديو واشتركي في القناة اول مرة تشوفيني، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد وافكار جديدة قريب جدا. مع السلامة.